الله وبركاته. طبعا الكثير من إغلاقات الحساب عنه هواي طرق. طبعا اليوم راح استخدم ثغرة الابتزاز. طبعا إغلاق الحساب عن طريق ثغرة الابتزاز. طبعا أول شي نروح نختار الضحية، مثلا هاي الضحية وعاشر الأنباري وما أعرف. طبعا هذا طلب من الأخوة. هنا بعد ما هنا توصل إلى الحساب تعرض الرابط. هذا الرابط عندك مثلا. هنا تروح على الإبلاغ عن الابتزاز. اسمك أنا شنو اسمي، نروح النسخة لين حتى ما نكتب على مود تكون أوضح. هذا اسمي، اسم الكامل الشخص اللي تريد تبلغ عنه. هاي الاسم اللي تبلغ عنه. رابط يوميات هذا الشخص، هذا رابط اليوميات. عنوان البريد الإلكتروني المدرج في اليوميات. طبعا العنوان هو كالآتي. هذا العنوان. الاي دي لا صح لين ماكو اي. هنا نكتب facebook.com. هنا facebook.com هيك يصير. والرابط هنا نسخة من النص الرسالة الأولى. طبعا الرسالة الأولى هي اللي راح نخليها هاي الرسالة الأولى. طبعا رابط URL المحتوى التهديد. طبعا انت تروح تشوف شنو مثلا اكو محتوى تهديد. طبعا اكو رابط هو اللي هذا الرابط هنا بحساب الصفحة المزورة. طبعا هذا الشخص استخدم الصفحة المزورة. طبعا ننسخ هذا الرابط كله. النسخة خليه هنا. معلومات إضافية. المعلومات الإضافية تكون الرسالة هكذا اللي نسختها خليت هنا. بعد ما كملت هنا كملت كافة المتطلبات اللي سويت الاسم والرابط والكثير. نروح على إرسال نرسلها. طبعا الخطوات التالية. شكرا على إبلاغنا بهذا، سنلقي نظرة على طلبك أو مشكلتك في أقرب وقت. طبعا قضية فتحت قضية. طبعا نرسل شو اسمه اللي نرسل الإبلاغ لشركة الفيسبوك. طبعا بعد ما راح تراجع شركة الفيسبوك هذا الإبلاغ راح تزيل الصفحة بأسرع وقت ممكن. طبعا شكرا للمتابعة، وأرجو أن هذا الشرح قد أفادكم. بالمناسبة أنا لحد يجيني يقول اغلق لي هذا الحساب أو اغلق لي هذا الحساب، أنا لا أغلق حساب وما علي بهيج سوالف، يعني مال إغلاق حساب وأي شيء من هذا القبيل، لأن أنا أعطيكم الطريقة وأنتم تفعلونها. أنا لا أسوي طريقة ولا أي شيء. شكرا للمتابعة، أرجو قد أفادكم الشرح.